هو ازاي ما كلمنيش لغايه دلوقتي؟ ومش عارف ان انا ممكن اكون تعبانه. امبارح بالليل سابني ودخل ينام من غير ما يشوف انا خدت الدواء ولا لا. وبعدين ده ما سالنيش انت هتروحي بكره الدكتور لوحدك ولا اجي معاكي. شكله كده مش مهتم بيا. على فكره الاهتمام بيطلب. انا سلمى حسين مامة رشيد، وهكون معاكي من واقع تجربتي الشخصيه كأم في عرفتي تربي. انا جاي اقول لك على حاجه صغننه قد كده، ممكن ما تتوقعيش حاجات معينه انها تحصل، ولما ما تحصلش ترجعي تعاتبي اللي حواليكي وتزعلي منهم ان هم ما عملوهاش. يعني ببساطه لو محتاجه مساعده واللي قدامك ما عملهاش من نفسه، بمنتهى الشياكه واللطف اطلبيها منه، وبلاش تفترضي ان هو ما عملهاش علشان هو نسيكي. لا خالص، كلنا في بعض الاوقات بنحتاج لحد يلفت انتباهنا لحاجات كتير. ما تتضايقيش وتعلي سقف توقعاتك قوي في التعامل مع اي حد، وترجعي بعد كده تزعلي وتعيطي بالليل في الضلمه على السرير لوحدك. هفكرك تاني، الاهتمام بيطلب والحياة مشاركة. شاركيني واكتبيلي في الكومنتس، بتطلعي اللي جواكي أول بأول ولا بتقعدي بالليل تعيطي على الكنبة لوحدك؟